قناة الموعظة السلفية تقدم لكم. وهكذا معشر المسلمين، مما رتب الله سبحانه وتعالى على طاعته جل وعلا من العواقب الطيبة الحميدة الجميلة الحياة السعيدة. ونحن كلنا باحثون عن الحياة السعيدة، فبعضنا ربما يبذل المال من أجل أن يصل إلى الحياة السعيدة، من أجل أن يرتاح في هذه الدنيا التي هي دار المنغصات ودار الأكدار، يريد أن يرتاح فيها ويريد أن يهدأ. ورسم ربنا لنا منهجا وبين لنا طريقا سبحانه وتعالى، إن نحن سلكناه وصلنا إلى الغاية الحميدة، ووصلنا إلى السعادة واطمأنت قلوبنا وانشرحت صدورنا. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. حياتك الطيبة كامنة في إقامة الدين وإقامة طاعة رب العالمين سبحانه وتعالى. من عمل صالحا يا عباد الله سواء كان ذكرا أو أنثى فإنه موعود بالحياة الطيبة التي يبحث عنها الباحثون ويسعى من أجلها الساعون للوصول إليها. وربنا سبحانه وتعالى يبين لكم طريقها. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. الطاعة يا عباد الله من أعظم أبواب الرزق ومن أوسع أبواب الرزق. يا من تبحثون عن الرزق ويا من تبحثون عن الثراء والغنى والراحة المالية، فإن طاعة رب العالمين سبحانه وتعالى وإقامة الدين من أسباب فتح البركات ومن أسباب نزول الخيرات من السماء. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء في الأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. فأخذناهم بما كانوا يكسبون. سعد الصحابة رضي الله تعالى عنهم، اغتنوا من فقر وصاروا أثرياء وصاروا أغنياء. كثير منهم ربما كان فقيرا فقرا مدقعا فأغناهم الله ملك البلاد وصاروا أمراء على بلاد العالم رضوان الله تعالى عليهم. ما هو السبب؟ إنه إقامة الدين وإقامة طاعة رب العالمين سبحانه وتعالى. وهكذا يقول ربنا جل وعلا: ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولا أدخلناهم جنات النعيم. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. هكذا يخبر جل وعلا عن هذا السبب الذي نحن نبحث عنه أو نريد أن نصل إليه من أجل أن نحقق بعض الأمور التي النفس تطمح إليها والنفس ترغب فيها. أن الله يرزقنا من فضله سبحانه وتعالى، ورزقنا كامل في طاعة ربنا جل وعلا.